السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا موضوع الحلقة عن التين. أنا هاي جبتهن وسويت عنيهن حلقة. جبت شتلتين، شتلة نطيتها وشتلة بقت عندي. هاي طبعا هاي بالبداية دفعت نموها سريع بساعة بساعة، بس ضليت أنا وصار عليها غبار التراب والهاي، ضليت أرش أوراقها بالماي، صار هيك أوراقها تضررن بس ما تشوفون. طبعا عرفت ما يصير يعني أرش على الأوراق ماي حتى لا يصير بهن هذا الضرر. شوفون شلون ضررين. التين أصلا كان محملة أزيد من هيك تين، هواي تين محملة كله الصاغة التين هي وراح بقن بس هذنه. هاي 4 تينات بقن بيها، كانت حملة أزيد من تقريبا 20 هيجي، فراح كلهن بقن بس هاي 4 تينات. هاي واحدة من عندهن. فحولت هسه بكانها، كانت كلش بس الشمس المباشرة، حولت بكانها وزلت شوية من هاي الأوراق الفوق كانت كلش متضررات. وهسه صار عندي هنا شوفوا ردت تدفع من جديد، وردة شوية أحسن من قبل. هاي الدفع هنا شوفوا من جديد، هذا دفعتها هسه. راويكم بعد عندي أنا مسويهن مكثرهن. أخذت لي أقلام من عندهن هن نفسهن، أخذت أقلام وكاثرتين والحمد لله طلعن عندي. وطبعا ما رشيت كنت على هذين أوراقهن، كانوا صغار شوية أصغر من هاي، ما رشيت مي على أوراقهن. فشوفوا شلون أوراقهن حلوة ونمو بيهن أسرع أزيد من هاي صار. أنا راكم هذا هنا شوفوا النموات، هاي النموات الجديدة اللي بيها. هاي أنا كاثرتها، هاي وحدة أنا كاثرتها. وهسه عندي الثانية حملت، صار بي هاي الثانية. شوفوا هذا الحمل مالته، حملتينا وحدة. هاي طبعا كثارة أنا من العقل، أخذت عقل كاثرتين برضه بيع والحمد لله طلعن. هاي دفعها وهاي نموها. يعني أنا قصد من هذا الفيديو لا ترش أوراقها، وحتى كان الجو حار أو غبار عليهن، التراب هذا عليهن بالك، لا ترشين ماي حتى لا تتضرر نفس هاي ما تضررت عندي. والقصد الثاني اللي أقول لكم، بدل ما تجيب لك شتلة واحدة وتبقى تنتظرها لحد ما تكبر، وهاي خذ لك منها قلمين وكاثرها وإن شاء الله تنجح عندك. هاي أنا أخذت من هاي أقلام، وأخذت من هذيك الثانية قبل لا أنطيها هم تقريبا أخذت من عندها يعني بالحوالي 5 أقلام أخذت من عندهن كاثرت. طلعن بس 2 والثلاثة راح انتهن. واحد من عندهن هسه هذا هو واحد من الأقلام جدر وطلع، بس أنا ما اعتنيت بيه. هذا واحد من الأقلام توني ذبيته، هذا العرق مالته جدره. ما اهتميت بيه وماي زايد ظليت اطفيه فانتهى. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون تحطون لايك واشتركوا بالقناة. في امان الله.